السلام عليكم ورحمة الله خياتي، كي راكم لاباس؟ غاية الحمد لله. وانتوما اليوم نرجع لكم بتدبيرة ان شاء الله تستفادوا من هذه التدابير بالاضافة الى روتيناتي. هنايا واش المشكل اللي وقع لي؟ شريت شكارة تاع فرينة 25 كيلو مع القضيان الشهري، لكن مروها مباشرة خرجنا كونجي سي اوبليجي نخليها في الدار. مالغي هنا المنطقة تاع تيزي وزو يعني ماهيش حامية بزاف، ولا اللي يدير زعما اللي يخسر لي الدقيق زعما جامي يخسر لي الفرينة ولا المشكل. المهم هاد المرة لقيت المشكل 25 كيلو نروح نقيسها، لا كاين الحل. كيما راكم تشوفوا بديت نغربل في الفرينة على مرتين. هذا المصفات اللي رانا دائما نستعملوها بديت بيها باش كش نقول نقلع الحاجه الخشينه كاع. بديت هكا المره الاولى نفوتها في الغربال الخشين، يعني الامانه ما زدتش حاجه كبيره، ما كاش كوز ولا ومن بعد كي فوتها في هذاك الخشين هادو كعارفين الزوائد نديرهم على جهه. ناس بكري كانوا يعني يديروا جفنه تاعما ويحطوهم فيها باش يقتلوا الدود بصح حنا ما كاش دود حي. بون اني وجدت هذيك الفرينه اكوتي منا البسينه نبدا غربلته في المره الاولى في كيف يقولوا لها غرباله تاع اليد صفايه، ومن بعد نعاود نغربلو في حنا نقولوا النفاض، هذاك الغربال اللي عينيه رقاق خلاص النفاض. يعني كما نقولوا تقاتلت معاه شحال وانا نغربل. المهم النتيجه نعاود كاع الكميه اللي غربلتها في الغربال الاول نغربلها في الغربال الزوج باش نتاكد برك، يعني نتاكد ما كان والو. هاكم تشوفوا نكمل فوتها كاع ثم ومن بعد نفوتوا الخطوه المواليه. هكا لازم احنا ندبروا ما نفسدوش، ما نمشي اي حاجه ترمى، مشي كل حاجه عندها حل، كسوا الوقايه ولا من بعد يكون مشكل كاين حل. وهنا جيت ننفعكم بهذه التدبيره. كي نكمل كاع نغربلها ونديرها في انا للعلم درتهم في باسينات هكا صغار بالغطاء تاعهم. علاه باش ندخلهم في الكونجيلاتور، كسوا عندك كونجيلاتور صغير ولا كبير غطيها وديريها في الكونجيلاتور يومين. علاه باسكو انا دوك انا تخلصت من الحاجه الكبيره الدود والكوز وكاع، لكن يبقى البيض، وهذاك البيض يقتلوا لك التجميد. شوفوا راني دايره بيدون كبير، نحط هذا البيدون هنايا يقعد يومين، بعد اللي يفوتوا عليه يومين ان شاء الله نجبدو ونعاود نغربلو غير باش نتاكد فقط. كما راكم تشوفوا هنا جيت نعاود نغربلو ونكون وجدت الرند والحار احمر وفلفل حار حبيبات والملحه الحيه لا تعرفوها، الملحه هذيك تجي خشينه ديروها في كموسات، هادو نفعوني بزاف. شوفي ديريها في البقوليات، ديريها في الفرينه، في السميد، في الروز كاع، مهما كانت دارك فيها ميديتي ولا كانت عندك مشكل هكا تاع السوس في الدار ما راح يصرى لهم والو. كيما هكا كل طبقه نغربلها نعاود ندير بيناتهم وهكا يولوا الاستعمال تاعهم جاهز مباشره. نتمنى يكون فاتكم هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم هذا الروتينات، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر. عاونوني بالبارطاج بالجام، شجعوني باش نرجع القناه بقوه. تحياتي لكم، وما زال ان شاء الله فيديوهات ونلتقي في خير ان شاء الله.